السلام عليكم البنات، الزول الزول، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير، والفيديو تاع لقاكم باحسن الاحوال بصحه جيده. فيديو جديد معايا، نهار جديد كما راكم تشوفوا. هدايا النهار الثاني تاع رمضان. قبل ما نبدا في هذا الفيديو وراح شارك اكيد معكم واش حضرت هكذايا لمائدة ثاني يوم رمضان. حبيت نفكركم ديروا لي هداك الجيم، تخليوا لي تعليق شابه ومحفزه. واللي شافت قناتي اول مره نقول لك حبيبتي اشتركي، ان شاء الله محتوى القناه يعجبك. هنا كما راكم تشوفوا اول حاجه بديتها هكذا. دائما نفضل نبدا بتحليه ولا بحاجه هكذا حلوه. اليوم قلت نجرب هذاك قلب اللوز في المول الاسطوري تاع نورمالمون ام عبد النور. شوفوا الوصفه بزاف سهله ماهله وناجحه. اول حاجه بيان سور ديروها، طيبوا الشربات، كاس تاع السكر مع 2 كيسان تاع الماء وشرع تاع الليمون. هذا ما كان حطوهم فوق النار بعد ما يغليو. حسبوا 8 دقائق هكذا، 7 ل 8 دقائق. وطفيو عليها، ضروري ما تكون بارده بزاف لانه القلب اللوز اصلا ما راحش يشد لكم بزاف وقت يطيب معاكم بالخف. صافي حاولوا تطيبوا هذيك الشربات بكري. بعد نجيو لهاد السميد، ماشي سميد، اي سميد تاع القلب اللوز. شوفوا انا شريت هذاك الخشين كامل، شريته تاع الميزان. درت 2 كيسان تاع ام والد كما شفتوا معايا. درت شويه تاع الملح، شويه تاع لافاني. بالنسبه للسكر هنايا جبت البراميكسور، هذاك الكاس تاعو. درت كاس تاع السكر و4 كاس ما بين الماء زهر والحليب. وتاني ضفت 4 كاس تاع السمن. حبيباتي تقدروا ديروا الزيت كما قالت، مي بصح يجي بزاف بنين بالسمن. هذه هي. نخلط مليح هاد المكونات والبيت يعني الهدف من هاد التخلط حبيباتي في البراميكسور باش هذاك السكر يذوب كامل كامل. خلاص بعد ما ذاب لي هذاك السكر حطيته هكذايا في السميد كما راكم تشوفوا. نخلطو برك هكذايا، يعني جاتني سوا سوا هذيك الكميه اللي درتها. بيان سور المول الاسطوري حبيباتي دهنوه هكذايا بالسمن ولا بالزيت. انا كما قلت لكم استعملت السمن، هذه هي ذوبته. وراح نحط هذاك السميد تاع القلب اللوز. تقدروا ديروه محشي كما حبيتوا. انا ما درتوش محشي، ما كان عندي حتى حاجه لا كاوكاو ولا حتى حاجه. الا حبيتوا ديروه محشي حبيباتي قسموا هذا الخليط، ديروا النص هكذايا ومن بعد ديروا الكاوكاو ولا اللوز، اي حاجه حبيتوها، ومن بعد ضيفوا هذاك الخليط اللي خليته. يعني حاجه سهله مهله. بيان سور الفرن كنت شعلته باش يسخن. انا درتو 180 درجه. هذه هي. شوفوا انايا نحب قلب اللوز طايب، مي بصح هذا اليوم شغل اول مره نطيبو هكذايا في المول الاسطوري ايتو. واصلا شغل غفلت عليه شويه، شغل طاب لي زياده، مي بصح جا بزاف بنين. قسمته هكذايا تخرج لكم واحد 6 حبات تاع قلب اللوز، انا درت 7. حطيته هكذايا في السنيوه ودخلته للفور. بعد ما يحمر لكم من الجوانب نحيوه حبيباتي، دهنوه بالسمن ورجعوه يطيب. هذه هي باش يتحمر. بالنسبه للبلا تاع اليوم انا شربه عندي، سلطه عندي، الحميص عندي. قلت ندير رولي تاع الدجاج بلا صوص تاع الزيتون. هذه هي. درت الزيتون كما شفتوه معايا، درت له ورقه تاع رند ودرت له شرائح تاع الليمون. هذه هي باش يغلى لي ويتنحلو هذاك الملح تاعو. بالنسبه لاصوص حاجه سهله مهله. جبت هكذايا بصله وثوم رحيتهم. درت برك هكذايا كركاس تاع البولي على جال البنه. بالنسبه للتوابل فلفل اسود، شويه تاع زنجبيل، الملح، شويه تاع الكركم. وهذه هي نورمالمون هذا ما كان حبيباتي. نخليه يتقلى مليح مليح. بالنسبه للصدر تاع الدجاج شوفوا نقطعه كامل هكذا باش نرحيه في الاشوار. ندير له بصله صغيره وفص تاع الثوم، ما تكثروش، انا ما نحبش اصلا بزاف تاع الثوم. هذا ما كان نرحيه مليح مليح في الاشوار باش نشكلو هكذا ديبودا. انا درت 2 باش يكفي لي. اصلا انايا رايحين تشوفوا شغل طيبت في داري هنايا وكليت في زوزو. هذه هي حبيباتي.
شغل ما كليتش في داري. هذا الروتين تاع نهار الجمعة كما قلت لكم، ثاني يوم تاع رمضان. هنايا بعد ما رحت هذاك البولي وهذاك البصل والثوم كما قلت لكم، حطيته هكذايا في هاد الطبسيل الكبير، درت له الملح نفس التوابل اللي درتهم في لاصوص تاع الزيتون حبيباتي، حبه بيض، ملح، زنجبيل، شويه تاع كركم، شويه تاع هذاك الكزبر شويه. انا دائما نستعمل الكزبر كما قلت لكم في الطياب تاعي. الملح بيان سور ما تكثروش، هذا ما كان حبيباتي، ولا شابلور على حساب. انا درت 2 مغارف كبار ونص، هذه يوم بعد زدت له نص مغرف. نخلطهم هكذايا مليح مليح ونشكلهم حبيباتي. بالنسبه للحشو تقدروا ديروا اي حاجه، فيونداشي، تقدروا البيض مسلوق، الفرمج كيما درت انايا، يعني عندكم اختيار وكل واحد واش ياكل. انا حطيت لاصوص تاع الزيتون كما راكم تشوفوا يتقلى، درت له ورقه تاع الروند. الزيتون خلاص راهو تغلى واحد 2 خطرات، واصلا قبل ما نحطو يتغلى شغل بدلت له الماء 2 خطرات. هذه هي. ولا حبيتوا تحتفظوا على هذاك اللون تاع الزيتون ديروا له مغرف تاع الخل. هذه هي. هنا ضفت هذاك الزيتون يتقلى شويه، نمرق عليه ونطيبه يعني يا ربي 4 ساعة. بالنسبه للبولي ولا بالنسبه لي بودان هذوك تاع البولي ولا رولي تاع البولي، نفرشو هكذا فوق فيلم اليمونتير، نحط فيه فوقه الفرماج. اي نوع عندكم هكذا يا حبيباتي، اي نوعيه عندكم في الدار. انا درت هذا تاع تشيزي كما راكم تشوفوا. والبودان الثاني حبيباتي درت له هذاك الفرماج تاع الساندويتش. بالنسبه لهنايا زيروه مليح مليح حبيباتي. رايحين تشوفوا يعني الطريقه سهله ماهله، على بالي تعرفوا كامل ديروا حبيباتي. وغلقوا عليه. واهم شي حبيباتي تجيبوا هكذايا عود تاع الشواء ولا كيردون، ثقبوا كامل هذاك البودان تاعكم. انايا بالنسبه لهذا الرولي حبيباتي اكيد راح شغل نعقدو في الجوانب باش ما يتفتحليش. واخر حاجه نحطو في الالومنيوم، نحطو هكذا في كسكس يا ربي 20 دقيقه يا ربي، لانه تعرفوا الدجاج يطيب بالخف ما فيش كامل الروح كما يقولوا. هذه هي حبيباتي. ومن بعد ما يطيب حلوا عليه هذاك البابي كويسون، هذاك الفيلم اليمونتير باش ينشف شويه، وتقلوه تحمروا هكذا في المقله، تقطعوه ترفقوه بهذيك لاصوص تاع الزيتون ولا لاصوص تاع الحميصه ولا صوص بلونش تاع لي شامبينيون. كل وحده دير يعني واش حبت واش ياكلوا في الدار. هذا ما كان عشاء تاع اليوم سهل ماهل. بالنسبه لقلب اللوز حبيباتي كما راكم تشوفوا خلاص خرجته راه تحمر بزياده كما قلت لكم. نتوما ما تخليوهش يعني يتحمر لهاد الدرجه. خليت لكم الصوت تاعو يعني كي درت له الشربات هذيك بارده، يعني كي تسمعوا برك هذاك الصوت اعرفوا باللي القلب اللوز راهو ناجح. خليوه يعني. انا طيبته يعني كان طايب على الزوج جيتو ما كليناش حتى وقيله 8 تاع العشيه. خلاص الزيتون راهو طاب، هادوك رولي تاع الدجاج راهو طاب. وانا جيت نعمر هاد لي بورطمونجي باش ندي العشاء تاعي ناكلوه. افتي زوزو كما قلت لكم، عمرت كل حاجه هكذا. درت ديت معايا هادوك رولي تاع البولي، الزيتون، ديت معايا شويه تاع شربه، حبيبات تاع بوريك، السلطه اللي بقات لي، عمرت كلش هكذايا. وجدتهم بكري حبيباتي هنا وقيله الساعه راهي 4:30 باش كي تلحق هكذايا 5 نهبط لتيزي وزو. هذه هي حبيباتي. سينو انتم قولوا لي وين لحقتوا في قراءه القران، واش راكم طيبوا حبيباتي، بديتوا في التحليات ولا مازال؟ انا صراحه والله مازال ما طيبت لا تحليه لا والو، نطيب برك في الفلون. تعرفوا الايام الاولى تاع رمضان انايا ما نقدرش ناكل بزاف، حدي ناكل هذيك الشوربه وحبه بورك نوض. حتى دوزيام بلا ما كليت لا مثوم، ما كليت لا هذا الرولي تاع الدجاج، ما ناكلش بكل صراحه. ناكل برك الشوربه، وإلا حبيت يعني ناكل دوزيام بلا ما لازمش ناكل هذيك الشريبه والبورك. هذه هي. سينو خليوا لي كما في التعليق هكذايا واش راكم طيبوا. شوفوا انا والله ما على بالي علاش القنوات تاعي جامي فيهم تفاعل، مع انه انا هكذايا شغل نصور نحط ما على باليش انا يعني نشوف قنوات وحدين اخرين يعني لا كاليتي والتصوير يعني بزاف ناقصه هكذاك، ويطلعوا على كل حال مكاتب. ما نقدرش نقول هكذا ولا هكذا، مي بصح شغل
هذه هي شغل تجيني هكذايا بيزار. المهم اللي لحقت معايا لهنا ما تبخلش عليا باللايك وكومونتير شباب، كما نقول لكم دائما اشتركوا في القناه حبيباتي باش هكذا كل ما نحط فيديو تلحقكم. انا خلاص بعد ما لحقت التيزي والزو قليت هكذايا، حمرت هذاك الرولي تاع الدجاج، حطينا الطابله، الشوربه، السلطه، الخبز، ربي يدومها نعم عليا وعليكم حبيباتي. صحه فطوركم صحه سحوركم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو كامل في رواحتكم وفي كامل الناس اللي عزاز عليكم. ما تنسوش قراءة القرآن، الصلاة في وقتها. ما على باليش يعني اللي راكم معايا هنايا الا تروحوا للتراويح ولا لا، كل وحده وكيفاش. على كل حال تقدري ديري التراويح في الدار وحدك، شغل ماشي ضروري تروحي هكذا المسجد باش تصلي. سينو حبيباتي قولوا لي كاش خرجت ولا انا نشفى بكري في عزازكا. واش نقول لكم في 2016 في 2016 لا في 2015. لو كان تشوفوا شحال كاين الناس في الليل هكذا يخرجوا، كاين شوال الماكله، الحوانت مفتوحين. واش نقول لكم ماشي كيما دوكا، خلاص ما ولاتش كامل هذيك الحاله. انا والله ما نحب كامل هذاك الشيء، مي بصح تيزي وزو كيما راكم تشوفوا يا البنات النهار الثاني والناس خلاص دخلوا في الموفمون، بداو يخرجوا نساء رجال دراري، الحوانت مفتوحين. انا والله ما على بالي كيفاش يقدروا يخرجوا. انا في السيمانه الاولى شغل مازال ما ندخلش كامل في الموفمون. هذه هي حبيباتي وهذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون خفيف ظريف عليكم. سلام.